السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جايه بقى اعمل عظمه. انا والله العظيم بجد انا كنت بهيص لدرجه ان انا صحيت الشقه كلها. ان انا كنت فرحانه ان هي طلعت انا اول مره اجربها وطلعت بالنتيجه دي. بجد كنت مبسوطه جدا وعملت احتفال في الفيديو يعني. والله وحتى بعد ما قفلت معاك وقعدت ايه يعني، ما شاء الله صيدتهم في البيت. بجد انا مبسوطه ان ايه يعني هي ان انا عملت اللازانيا وطلعت بالطريقه دي، يعني جميله والله، وانا ما شفتهاش من حد والله العظيم. حتى هتشوفوا دلوقتي انا كنت بعملها ازاي. فشاهدوا معايا الفيديو، يا رب يعجبكم، وبحبكم جدا يا احسن ناس في الدنيا، وشكرا جدا على كل اللي بيشاهد فيديوهاتي وبيشوفها للاخر. ربنا يخليكم ليا احسن ناس في الدنيا، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا. قلت بقى يا بنتي يا شرهان، الواد مروان ابني كل ما يشوف حاجه يقول لي يا ماما انا عايز من دي، عايز من دي، عايز من دي، محسسني انه مخيف قوي يعني. بس طبعا ايه انا قدها. رحت نازله بقى جايبه اللازانيا. جبت بقى ايه، عملت نفسي ايه البت فاهمه بقى، رحت جايبه اللازانيا ورحت جايبه ايه حاجات الطلبات بتاعتها والكلام ده. وانا كان عندي اللحمه، زي ما بقول لكم بجيب اللحمه المفرومه وبعمل، مش بعمل يعني انا كنت بعمل على قد انا والاولاد وكده. كان عندي بقى حتة لحمة مفرومة باقية. رحت جايبة بصلتين، رحت مقطعاهم كده زي ما انتوا شايفين في حتة سمنة، ورحت شوحتهم كده لغاية لما تدبل وتحمر كده معايا، يعني مش تحمر تبقى معايا ايه صفرة كده. وبعد كده ايه ننزل عليها ايه باللحمة المفرومة. انا دلوقتي ايه سبتها هي على النار طبعا بت بتتحمر يعني عشان تاخد لون. وقلت ايه طالما هفضل بدل ما انا واقفه جنبها كده، انا بعمل كذا حاجه عادي مع بعض يا جماعه. طبعا اي ست بتعمل كده يعني. آه بعمل كذا حاجه مع بعض، يعني أنا ممكن ايه وانا واقفه بحمر البصله او بعمل اي حاجه، تلاقيني بصب المواعين تلاقيني كده. فانا دلوقتي حطيت ايه البصلايه مع معلقتين السمنه، ورحت قلت ايه اقطع الطماطم عشان انا ايه قريت على العلبه بتاعه اللازانيا ان هي عايزه ايه صلصه طماطم. فرحت قلت اقطع كام طماطميه كده واضربهم يا بنتي يا شريهان يا قمر انتي، وايه ونضربهم مع بعضينا. و انا بجد والله مبسوطه جدا. والله العظيم جميله يعني، انا عجبتني الصراحه وعجبت الاولاد يعني. ف... فعشان كده انا مبسوطه، مبسوطه بيها. بس يا رب الفيديو يعجبكم يا جماعة، وبالله عليكم ما تتضايقوش ان انا بنزل اكلات والكلام ده. بس ان شاء الله بس شوية كده الواحد بس يشد حيله كده شوية، انزلوكوا حاجات افضل يعني ان شاء الله. بعيدا عن الطبخ والكلام ده انزلكم ان شاء الله سكتشات، فلوجات، وان شاء الله هصور لكم وانا مسافرة ان شاء الله باذن الله. واعمل لكم حاجات حلوة هناك ان شاء الله. واعمل لكم حاجات هتعجبكم وهتفيدكم جدا. هنا حطيت طبعا اللحمة وايه، وقلت اعصجها كده قلبتها مع بعضيهم كده مع البصلة، وهتاخد ايه لون كده مع بعض. بعد ما هي تخش كده في السوا شوية، طبعا احنا بنعرفها من اللون. بعد كده هنزل عليها بشوية الملح وحبة الفلفل. بكتفي على اللحمة المفرومة يا جماعة. هو انا عامة ما بحطش لا فلفل وشوية ملح. هنقلبهم كده مع بعضيهم. وانا ضربت طبعا ايه الصلصة. ضربت كام طماطمية كده في الخلاط. بس يا جماعة أنا بشكر جدا كل اللي راح للمحلات وعرف طبعا إن أنا عندي مصداقية، وقابل الناس وأخدوا جملة. بس أنا كان نفسي إن هم يكتبوا لي فعلا إن أنا كنت صادقة، وإن هم راحوا هناك وطلبوا الخصم كمان من قناة الحياة جميلة. هي عملت لهم الخصم. كان نفسي ان انا اعرف منكم مش منها هي، لان انا لما كنت معدية وكده الصراحة هي كنت رايحة انا واختي كانت هتجيب حاجات. راحت قالت لي بقى ان في ناس جم تبع القناة واخدوا حاجات بالخصم. بس انا كان نفسي انتوا اللي تقولوا لي الصراحة ان يعني انتوا رحتوا والحمد لله طلع في مصداقية ولقيتوا اللي انتوا عاوزينه. بس المصلحة واحد يعني، ربنا يا رب يرزقكم ويوسع عليكم، امين يا رب العالمين. انا هنا نزلت ايه، نزلت بشوية بحبة الصلصة اللي انا ضربتهم في الخلاط، نزلت عليهم بحبة زعتر. الزعتر ده يا جماعة من السعودية. نزلت عليهم بحبة زعتر، وحطيت شوية ملح وحبة فلفل كمان عشان خاطر نظبط ايه الصلصة. جيت هنا نعمل مع بعض البشاميل، حطيت معلقتين ايه معلقتين سمنة. انا بقى الموقوسة ايه اللي حصل، ابص ما لاقيش في العلبة دقيق. هما يا دوبك معلقتين. قلت والله ما ايه، والله ما هتوقفني. خلاص ده المغرب هيأذن، ده انا كان خلاص يعني كان ابو مروان قرب يعني ان هو يرمي اليمين. انا اجي
ما اعرفش ايه اللي بيحصل لي كده قبل المغرب بشويه احس ان انا همدت خلاص، مش قادره اعمل حاجه. وطبعا هما بيحبوا الاكل سخن، فباجي خلاص بقى ان انا يعني انا اعمل الاكل الاذان بيأذن، يعني اكون بغرف يعني والاذان بيأذن. فالحمد لله برضو ان انا يعني الحمد لله احسن من اكلهم بعد المغرب. المهم رحت انا جيت هنا يا بنتي يا شيرين، حطيت معلقتين ايه الدقيق وحطيت عليهم بعد ما حمرتهم كده شويه صفرتهم، رحت حاطه عليهم ايه نص كيلو لبن. وعلى اللبن رحت حاطه واحده ماجي وحطيت رشه ملح ورشه سكر ورشه فلفل اسود، وقلبتهم كده مع بعضيهم، مش هنتقله طبعا جامد. بصي بقول لكم انا مش عارفه حاجه، انا بقرا من على العلبه بس، والله العظيم مشيت بالطريقه دي والله طلعت تحفه. انا ما اعرفش اصلا طعمها الصراحه، انا اول مره اعملها بس طلعت جميله. هنكررها ان شاء الله تاني. هنا جبت حته سمنه عملتها في البايركس، طبعا البايركس البيضاوي ده زباله جدا، بس انا الصراحه ما عنديش، انا عندي الطقم كله هم 3 مع بعض من اصغر لاكبر لاكبر كلهم بيضاوي. الصراحه كان زفت لان انا طبعا ما عرفتش اعمل عشان بيضاوي، بس بقيت اكسر فيها كده واحط بس الصراحه ما كانت كويسه يعني. بعد ما انا كسرتها ما كانش فيه حاجه يعني وحشه فيها وكده، غير ان هي بس وانا بعملها بس كانت مضايقاني ان انا عمال اكسر فيها، يعني كنت خايفه تطلع ايه مش كويسه او تبوظ مني. بصوا انا عماله لكم مش عارفه اعمل ايه. عندي صواني مدوره، عندي صينيه مربعه بس كانت كبيره الصراحه، وانا ما اعرفش هي هتاخد حجم قد ايه وكده. المهم انا قعدت ارص فيها بس ربنا رضاني الحمد لله وطلع كويسة. المهم بقيت عملت زي الكرتونة كده لما انا شفتها، لكن والله انا ما فتحت فيديو ولا بصيت فيه. انا فعلا شفت قبل كده حد كان بيعملها بس انا اصلا كأني ما شفتهوش لان انا اساسا بنسى. انا ممكن اشوف الحاجة وبعد كده خلاص انا نسيتها، يعني ما اعرفش تتعمل ازاي، لازم افتح فيديو تاني وابص والكلام ده. المهم جبت ايه حطيت طبقة كده وعليها لحمة، وبعد كده حطيت طبقة وعليها لحمة، اسفه، حطيت طبقه وعليها اللحمه وحطيت عليها البشاميل وحطيت عليها طبقه كمان. بص عماله اكسر كده عشان خاطر ان انا اظبط الصينيه بتاعتي. بص انا عماله اقول لكم يعني فرحانه بنفسي والله، ان شاء الله النتيجه هتبقى هايله باذن الله. فطبعا انتوا عرفتوا من اول الفيديو ان انا ايه أو كان ايه اللي حصل يعني. فانا قعدت ايه ارص كده وانا بثقه بقى، ومروان ابني دخل وعمال اقول لكم ايه مروان معاه يعني دخل بيتفرج بقى على ماما وهي بتعمل الشيف شريان بقى. المهم رحت ايه قعدت احط كده اللحمه، ما شاء الله والله اللحمه بسم الله ما شاء الله كتيره فيها، رغم ان هي كانت اقل من النص كيلو يعني، كان اقل من النص، فما شاء الله ايه عملت معايا يعني. بص انا حطيت كام طبقه لحمه، فما شاء الله كانت حلوه ماليه ايه الصينيه بتاعتي. هحط كمان اهو اسمه ايه ده اللازانيا. انا ما اعرفش الصراحه هي كام طبقه بتتعمل، بس انا ايه انا متهيألي عملت 3 4 طبقات بس، ما اعرفش هل هي بتبقى زياده لان هي اساسا العلبه اتبقى فيها تاني، اتبقى فيها لازانيا تانية، بس انا اكتفيت الصراحه بالعدد ده يعني، لان انا ما اعرفش هما بيحطوا كام طبقه. وكمان اللحمه عجزت خلاص، هي عملت 3 طبقات لحمه وخلاص على كده. فانا قلت خلاص بصوا بقول لكم يا دلوقتي نسيت احط البشاميل، احي مش تفكروني يا جماعه. المهم رحت شلت تاني رحت شلته تاني. وايه يا رب مروان ابني ماشي في الحته دي، عشان كنت عامله الشيف شريهان وقعدت اقول له شفت ماما شفت ماما، فعشان ما اتكسفش بس قدامه. فهنا رحت حتى ايه رحت حطيت شلتهم وحطيت ايه، معلش يا جماعه احنا يعني احنا لازم نخطأ، لازم احنا لسه بتعلم. انا طبعا شلتها وحطيت البشاميل وحطيت عليها المكرونه وحطيت عليها شويه اللحمه، ودي كانت اخر حته لحمه معانا، ونزلت عليها بالبشاميل بتاع القمر ده. وهسيب حته طبعا حبه بشاميل، انا معرفش طبعا بتنتهي لازم تبقى بتنتهي باللحمه ولا بس على ما اظن بتنتهي بالمكرونه. بص عماله ادور على العلم هي بتنتهي بايه بس خلاص انا هنهيها برضو ايه باللازانيا، هنهيها بيها وكده وايه وقلت زي ما تيجي بقى هي كده ولا مش كده، خلاص انا عملتها كده وهي هتتاكل كده، وانتوا لازم تجربوها بنفس الطريقه بتاعتي دي وهتطلع جميله. وما تعملوش زي ما رحتوا المحلات ولقيتوا الاوفر بتاعكم وخدتوا اللي انتوا عاوزينه وما عبرتونيش. لا، اللي جربها بطريقتي لازم تعملوها وتكتبوا لي كومنت تقولوا لي يا شيرين يا قمر طلعت زي العسل والسكر، وانا هبقى ابعت لكم كل واحد كرتونه لازانيا. طبعا انا كدابه وفشره بس ايه يعني عدوها لي يا جماعه. لا والله من عيني، اللي عايز اللي محتاج والله انا ابعتها له. هنا يا جماعه خلاص انا خلصت، جيت هنا ايه طبعا انتوا عارفين مروان ابني ما بياكلش الموتزاريلا،
فجيت انا كنت جوه الطبقات وكده، كنت نفسي ان انا احط ايه اسمها ايه لسه قايلاها، الموتزاريلا. بس طبعا عشان خاطر مروان فحطيت ايه في جزء. بص عماله اقول لكم والنبي يا رب يا رب ادعوا لي، ادعوا لي ان هي تنجح. بقول لكم بص عامله ازاي، شكلها حلو يعني ان شاء الله هتنجح. الصلاة على النبي. الجنب اهو بقى اللي عليه الموتزاريلا، قمر 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 طلعت. والصلاة على النبي. نسمع بقى زغرطة منكم كده يا جماعة، في كومنت. مش عارفة طبعا ازغرط عشان بنتي كيان نايمة. فالمهم ان احنا وصلنا للنتيجة دي. احمدك يا رب واشكر فضلك، رفعت راسي قدامهم. يعني الحمد لله رب العالمين ان هم استحملوني ان المغرب اذن، الحمد لله. وانا لسه هقطع اللازانيا. هنا طبعا كنت ايه عامله كركديه. انا بحاول ان انا كل يوم بغير لهم في مشروب، لان اساسا ما حد بيشربه غير انا، واذا كان ابو مروان موجود بالسلامه او كده يعني. هما مش بيشربوا، ما اخرهم قمر الدين عايزين تمر اللي هو من الشارع، بس انا مش بحب اجيبه الصراحه كتير. بيشربوا عصير مانجا، عصير فراوله، الكلام ده. بس فانا رحت ايه، انا بنوع بقى كده يعني. انا النهارده اليوم اللي انا بسجل لكم فيه صوت ده مش يوم طبعا الاكله دي. فانا النهارده عملت تمر اللي هو بيتنقع ده. يا خلوصي عايزه اقول لكم انا اللي عاملاها، انا اللي عاملاها. الصلاه على النبي عليك يا بنتي، يا قمر يا شيران يا مزه. مروان ابني جه بقى او ايه، عمال يقول لي طب يلا يا ماما يلا يا ماما نوجع بقى او ايه وخلاص. بيقول لي يا ماما ريحتها وشكلها خلاص جوعوني. قلت له حبيب امك كده، وخدته في حضني رغم ان انا بديله حته علقات. اسم الله عليك يا ابني. يعني ما شاء الله. بس هما اللي بيستفزوني والله العظيم. مش بضربهم قوي يعني، بضربهم قوي قوي قوي. المهم ما علينا، عشان ايه حقوق الطفل وكده يا جماعه، انا ما بضربهمش. فهنا بقى ايه، بص عماله اهزر واضحك. انا على فكره انا بحب العب مع عيالي واهزر وكده، بس ساعات كده تلاقوني فصلت محدش يكلمني. بص بيوريكوا الساعه كام، يقول لكم خلاص فاضل دقيقه والمغرب يأذن. فايه عمال يوريكم في الساعه. قلت له خلاص يا مرة، بقول لكم ايه فاضل ساعه والمضرب او المدفع يضرب. المهم كل اللي وصل معايا بقى للحظه دي، ما تنسوش بقى يا جماعه كومنت جميل كده زيكم تحفيزي، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وكده. بحبكم جدا يا احسن ناس في الدنيا، وربنا يخليكم ليهم، ما يحرمنيش منكم، واسيبكم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله.